بس محمود بيصر وبيقرر ان هو يسيب خطيبته الكلاسي فشخ. الفيلم اللي معانا النهارده هو فيلم افواه وارانب. مش مصدق اني هتكلم عن فيلم اسمه افواه وارانب. انا مش مصدق اني شفت فيلم اسمه افواه وارانب. المهم، الفيلم بيحكي عن نعمه واللي هتروح تشتغل في بيت محمود علشان تصرف على نفسها وعلى عيال اختها الكتير قوي، واللي متجوزه عبده اللي شغال محولجي في القطر وكمان خمرجي. الحياه بتمشي والاحداث بتدور لحد ما محمود بيقع في حب نعمه، الشيء اللي اخته بتكون رافضاه جدا، لان بكل بساطه نعمه مش من مستوى العيله والكلام الطبق اللي ملوش لازمه ده. بس محمود بيصر وبيقرر ان هو يسيب خطيبته الكلاسي فشخ واللي من مستوى العيله ويتجوز نعمه. فترجع نعمة البلد علشان تفرح اختها بالخبر ده، وهنا بتلاقي اكبر بلوت تويست واغربها على الاطلاق. بتكتشف انه جوز اختها الخمرجي جوزها للمعلم حمام البطاوي اللي شغال في رغي بالمناسبة، واللي هو راجل مقتدر ومقرش بلغتهم. فهل نعمة تسكت؟ لا، ما تسكتش، تقوم رقعة بالصوت وتندب حالها ومحتلها وتجري تتخانق مع المعلم البطاوي لحد ما يجي واحد من ولاد اختها اللي هو محسن محي الدين ويقوم غازز المعلم بالسكين. وهنا بيقرر عبده انه يفوق وانه يعترف على نفسه بدل ابنه، وهو يبقى عمل حاجة حلوة في حياته، وتتجوز نعمة محمود. ويختم الفيلم بالمشهد ده او بالفريم ده علشان يعلن عن نهاية قصة حب سريالية مش ممكن تحصل في الحقيقة لأي سبب من الأسباب. الفيلم كان ميكس لذيذ جدا بين الرومانس والكوميدي، وكمان كان بيناقش وبيسلط الضوء بشياكة كده على شوية قضايا زي الفقر والصراع بين الطبقات، الفرق بين الريف والحضر، وطبعا تحديد النسل وتنظيم الأسرة. تقييمي للفيلم هو إن هديله الجولد ميدال، وده علشان مش عشان حاجة معينة، هو الفيلم اوفر اول كان يعني يستاهل. وبس كده، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو انت على التيك توك وانستجرام وفيسبوك ما تنساش الفولو.